السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين. طبعا حضراتكم شفتم المهزلة بتاعت امبارح، المهزلة الكروية والمهزلة التحكيمية. الناس طالعة كانت بتقول ان الاهلي ليه ضربة جزاء. لا، الاهلي ليه ضربتين جزاء، واحدة ل تريزيجيه مشابهة تماما لبتاعت ديانج اللي معرفش ايه اللي حصل له امبارح. وده كان سبب من الأسباب إن كولر ما كانش عاوزه. ولو تفتكروا هو برضو ادى هاني كرة مصيبة في ماتش ريال مدريد في كأس العالم، وتسبب في انهيار الفريق، لأن كنا هنطلع الشوط الأول 0-0 وفي آخر الثانية جدع اللي اسمه فيستوس ده ولا اسمه زفت الطين ده راح مسجل من كورة مصيبة رجعها ديانج لهاني، ما قدرش يعني يتحكم فيها، خطفها الجدع ده وسجل هدف. الحاجة التانية أو البينالتي التاني، ضربة الجزاء التانية، كان عرقلة واضحة جدا، أعتقد أن كانت لبن شرقي وأمام الحكم، والحكم طبعا صهين وطنش. واحنا عندنا طبعا احنا في النادي الاهلي ما بنتكلمش، ما بنقولش لا، ما ازاي، والحكم دايما سايبين الدنيا كلها تضرب تقلب، وبالتالي يعني اي الحكام بتتعين لنا ما بنتكلمش. وطبعا بعد صدمة الخطيب واللي هتكلم فيها كمان شوية دلوقتي، كل واحد في النادي الاهلي فقد اتزانه. زي ما قلت قبل كده، وفي الحلقات اللي فاتت، واللي متابعني عارف ان انا قلت ان اللي بيحصل في النادي الاهلي ده هي تداعيات تراكمية على مدى السنين اللي فاتت. احنا بس دلوقتي علشان النادي الاهلي نادي مؤسسي، احنا لسه دلوقتي شايفين كل التبعات بتاعت القرارات الغلط، القرارات اللي غير حكيمة اللي حصلت او اللي اتخذت في السنوات اللي فاتت. كل اللي انا كنت بقوله الحلقات اللي فاتت او على مدى الشهور اللي فاتت، ما يقرب من سنة دلوقتي، كل واحد على الانترنت دلوقتي طالع بيقولها، وطالعين بيقولوها بعد المصايب ما حصلت. انا كنت بقول لك الكلام ده قبل المصايب ما تحصل. ليه؟ لان الواحد والحمد لله عنده رؤية. القناة دي مش لأي حد، القناة دي للناس اللي التقيلة قوي، الناس التقيلة قوي في الفهم، الناس اللي عندها فهم سطحي ده وبتحب تتكلم اي كلام وبتحب تشتم وبتحب. القناة دي مش ليك، يعني تروح تتفرج على الناس التانية. فكل كلمة كنت بقولها الشهور اللي فاتت بتحصل دلوقتي، ابتدت تتحقق، وبقول لك الانهيار ابتدى. أسوأ قرار اتخذه كابتن محمود الخطيب ان هو ينسحب من المشهد انسحاب فوري وعشوائي بمبدأ يا نهار اسود يا روح ما بعدك روح. طبعا هو قيل له من الدكاترة بتوعه انت لازم تهدي شوية، تبعد شوية، وهو مش عايز الحكاية دي. ليه؟ لأن عايز الحكاية كلها في إيده هو. ليه الحكاية كلها في إيده هو؟ لأن هو رتب الحكاية دي زي ما هو، يعني هي دي نتيجة اللي هو عمله.
كل حاجه في ايده هو، فبالتالي لما هو بقى انسحب محدش عارف يعمل حاجه، محدش عارف يقرر، مع ان هو قال لهم انا ماليش دعوه. انت مالكش دعوه ازاي؟ ده عمل زي انسحاب 67 لما قالوا للمهيطل لهبل اللي كان ماسك الجيش المصري، قالوا نعمل ايه؟ قال لهم انسحبوا. يعني ايه انسحب؟ ما عندوش حتى خطه انسحاب. فده اللي حصل من كابتن الخطيب. المفروض الانسحاب يبقى انسحاب تكتيكي. عايز تنسحب، انا عارف ان الصدمه كانت جامده والتحذير كان فوري، بس ما تسيبش انت ما عدتش اي واحد يحل محلك بعد وفاه الله يرحمه العمري فاروق. كان قدامك الوقت ده كله انك تعد كادر انه يجي يستلم مكانك. وانا بقول للكابتن الخطيب انت ما ينفعش تنسحب دلوقتي، انت لازم تسيب النادي الاهلي في ايد امينه. لان شفت لما انت بس يعني نوهت، شوف بقى الحدادي والغربان اللي ابتدوا يظهروا مره واحده على الساحه. ناس زي لهبل اللي اسمه حسام غالي اللي طالع يقول لك انا مش الحاجات اللي بتحصل في يعني وراء الابواب المغلقه مش هتطلع. طب ما انت اول واحد مطلع كل حاجه اهو دلوقتي اهو. ما تقول الكلام ده لنفسك، ما تنصح نفسك. يعني مش فاهم انا يعني بتنصح الناس ونفسي نفسك. لو فقد الشيء لا يعطيه. وبعدين التاني السماوي اللي اسمه طاهر ابو زيد ده، اللي هو اللي هيجي النادي الاهلي وهيبقى دلدول للجدع اللي ماشي الرياضه في مصر. هيبقى دلدول للجدع ده، هيجي هيبوظ النادي الاهلي. هتقولي طب محمود طاهر اولا من ساعه ما توفى نجله وهو يعني مش في دماغه الحكايه دي خالص. هو عنده يعني نفسيا هو مش عايزها خلاص. فيما عدا ذلك في عهد محمود طاهر، المهندس محمود طاهر، النادي الاهلي كان مخترق. جاب كل اصحابه الزملكاويه حطهم في النادي الاهلي، وكأن النادي الاهلي ده بقى ايه، مش مهم انك تحط فيه ناس كارهه للنادي الاهلي تحطهم فيهم، ما دام الحكايه دي في مصلحتك الشخصيه ومصلحتك البيزنس بتاعتك. وبالتالي طلع كابتن عادل القيعي وقال لك النادي الاهلي مخترق. عايز ترجع ده تاني؟ الناس اللي عايزه الجدع ده يجي، عايز ترجعه تاني؟ طب وايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل ان النادي الاهلي، ان الكابتن الخطيب ما يسيبش النادي الاهلي دلوقتي. ان النادي الاهلي، لان وجود الكابتن الخطيب بيمنع الناس التانية التعبانه اللي زي نجيب ساويرس. طب هو عنده خبره بانه ما هو اصله مش مالك نادي الجونه، بس انا ما ارتاحش الجدع، انا مش مرتاح له. وزي التاني النسوانجي المزواج اللي اسمه ابو هشيمه. انت تعرف ايه ابو هشيمه في اداره الانديه الرياضيه؟ انت تفهم ايه فيها دي؟ تعرف ايه فيها دي عشان تيجي تبقى رئيس النادي الاهلي بحته واحده كده؟ ده على الاقل ساويرس عنده نادي ويعني في العمليه ايده فيها، انما انت تيجي منين؟ بتبيع من البيزنس بتاعك اللي انت بتيجي تروح مناقل كده النقله دي تيجي عشان تبقى رئيس النادي الاهلي؟ يا اخي اتقي الله يا اخي. هو اي حاجه وخلاص؟ هي سلق بيض؟ فدي الكوادر اللي عندك دلوقتي.
طب اهم كادر ايه بقى؟ مين؟ اللي هو سيد عبد الحفيظ. وانت اساسا طردته من النادي يا راجل. وليه طردته من النادي؟ لان انت محاوط نفسك، انا بكلم للكابتن الخطيب، انت محاوط نفسك بالناس اللي انت بتثق فيهم، والثقه العمياء دي اساسا غلطه كبيره، لما اي حد ما يجي يقول لك اي حاجه انت بتصدقها. طيب شوف تبعات بقى نصايحهم من اول ما ساب سيد عبد الحفيظ او الكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي في انهيار تدريجي. ليه تدريجي؟ لان النادي الاهلي نادي مؤسسي، مش زي نادي الزريبه اللي في 100 عقبه ده ولا في 100 نيله ده، بينهار على طول، المفعول بيبقى فوري. انما احنا هنا المفعول بيبقى تدريجي، لان النادي الاهلي نادي مؤسسي قوي، فالتآكل بيبقى تدريجي، ما تحسش بيه الا بعديها بسنين. اللي احنا فيه دلوقتي، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. طيب زي برضو ما حصل، وانا قلت لك الناس اللي متابعاني، انا قلت غلطه كبيره جدا ان انت تتخلص من محمد شوقي اللي كان المفروض يمشي، هو عماد النحاس. اللي متابعني فاكر الكلمه دي، والناس افتكرت ان النحاس هو اللي عمل كل، لا، اللي عمل كل النتائج دي، اللي عمل النتائج دي الايد الحديد، اليد الحديديه لمحمد شوقي. تقوم انت تعمل ايه؟ الكابتن اللي انت بتثق فيه اللي هو محمد يوسف لدع الراجل تقرير خرجه بره النادي، خايف منه عشان مش عايز ياخد محله. هو بيقول لك انت الجدع اللي هو ما توليش الراجل اللي عايز المنصب. اساسا من الاساس ان محمد يوسف يمسك يبقى مدير رياضي، دي مصيبه سوداء، ما عندوش اي خبره فيها ولا يعرف اي حاجه. ومن مصايبه المنيله ب60 نيله ان هو فتح على نفسه فتحه مش عارف يسدها دلوقتي، اللي هي ايه؟ التجديد. طب كل حاجه كانت كويسه وكل حاجه ماشيه، عايز تجدد لامام عاشور ليه؟ انت مالك انت؟ هو اساسا قال لك جدد لي؟ هو اساسا قال لك انا عايز العقد بتاعي يتغير؟ تفتح على نفسك فتحه ليه يا بني ادم، وتغرم النادي فلوس كتير اساسا اكتر مما الراجل بياخدها، دخل بقى قاعد في ايه، في مهاترات ومفاوضات مع ده ومع ده ومع ده، اللي هو كل واحد بقى باصص لنفسه يقول لك لا اشمعنى انا؟ فالفرقه فكت، ملهاش دعوه بزيزو، ما حدش يقول لي زيزو. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. بدل ما تقول كده وتحسد الراجل وتقعد بقى تندب وتغل في روحك، يا اخي قول ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله، علشان ربنا يرزقك زي ما رزقه. انتوا كلكم بتاخدوا ملايين ملايين، ومش مالي عينيكم زي ما قال سيدنا محمد، البني ادم ما يملاش عينه غير التراب. عارف لو ادالك اكتر هتقول لك لا، انا اقول له لا انا عايز اروح قطر ولا عايز اروح مش عارف فين عشان اسرع، عشان الاقي امن مستقبلي. متامن مستقبلك ايه يا جربوع منك له؟ انت بتاخد ملايين يالا، هو انت بتاخد 5 صاغ في الشهر؟ ملايين. مستقبل ايه اللي انت عايز تامنه؟ ليه مستقبل؟ ما انت عندك ما تعمل بيزنس وتعمل مصايب سودا وتعمل الفلوس دي ما فيهاش بركه. الفلوس دي هقول لك ما فيهاش بركه ليه؟ عشان ما بتطلعش زكاه. زكاة المال دي ما بتطلعهاش، مش في دماغك، مش في دماغك. الغلابه اللي في النادي اللي بينظلموا دول، اللي كانوا الناس الادارات اللي فاتت كانت بتطلع لهم يعني علاوات بقى وجوائز وبتاع ومش عارف ايه ومنح وحاجات كده، عشان يعني الناس الغلابه دول. الحاجات دي وقفت خلاص في النادي الاهلي، عشان كده مفيش توفيق يا جدع. الكرة بتيجي في العارضة بدل ما بتخش في الجول. كرة مروان عطية دي اللي اتشاطت زي السم كانت ممكن تخش في الجول، لا الواد رفع ايده كده جابها. مفيش توفيق، النفوس مش سليمة.
الغلابه اللي في النادي ما حدش بيعطف عليهم يا كابتن خطيب. عايز الحل؟ انت ما تسيبش النادي، ما ينفعش تسيب النادي دلوقتي، ما فيش حد غيرك يقدر يجي، ما فيش حد يقدر خلاص، ما انت خليت كل الامور في ايدك. وانا قلت الكلمه دي غلط، انا قلت الكلمه دي قبل كده، قلت الحكايه دي غلط، والناس طلعت ما فيش ما حدش بيسمع، ما حدش عايز يسمع الحق، ما حدش بيسمع الحقيقه، ما حدش يسمع الحق بيزعل الناس. بس اهو كل واحد دلوقتي طالع بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، اللي انا قلته قبل كده، اللي كان المفروض يتاخد بعين الاعتبار عشان المصيبه دي ما تحصلش والمصايب دي ما تحصلش. تجيب لي واحد زي محمد يوسف الذي لا يفقه شيئا في الإدارة الرياضية، وهو نفسه جايب حبايبه زي محمد شريف المهاجم العالة، وراح مطرقع الواد محمد شوقي تقرير، وطبعا الخطيب ما هو ده موضع ثقة وثقة عمياء، راح ممشي محمد شوقي وخلى عماد النحاس الجدع اللي هو بقى ايه يعني مسالم، ما بيقولش حاجه، ما شخصيته مش ده، يلائم مين؟ يلائم اهداف محمد يوسف، انما الجدع اللي شخصيته قويه ده لا. طب ما هو جالك بقى الجدع ابو شخصيه قويه اللي هو مين؟ وليد صلاح الدين. اهو ايه اللي حصل لك دلوقتي؟ انت كده بعدت عن فريق الكوره، بس انت ضريت النادي الاهلي، وانت لازم تطلع، انت لازم تتشال، انت لازم تتشال. ما اعرفش بقى تجيب لي واحد تاني، عندك علاء ميهوب، عندك ناس تانية قوية، عندك سيد عبد الحفيظ اللي لازم يرجع. انا بقول لك اهو يا كابتن خطيب، انت مش عايز النادي خلاص، يبقى ما تحرمش النادي من كوادر تقدر تديره. ما انت مش عايز تقعد خلاص، يبقى اللي تحصل ايه بقى؟ انك تنزل الانتخابات دي مش بمزاجك، تنزل الانتخابات تكسب عشان تمنع البهايم التانية دي انها تيجي تنهش في لحم النادي، وبعدين تبعد نفسك عن الكورة يا اخي. خلاص سلم بقى لواحد زي ايه؟ زي سيد عبد الحفيظ. مفيش كوادر مصرية؟ فكر بقى خارج الدايرة. ازاي؟ تجيب بقى مدرب اجنبي او تجيب مدير رياضي اجنبي، بس في حاجة مشكلة في المدير الرياضي الاجنبي. المدير الرياضي الاجنبي ممكن يفيدك في اللعيبة الاجانب، بس مش هيفيدك في الاختيارات المصرية، مش على طول في الاول كده. يعني هيبقى في منحنى، بيقول لك ايه، learning curve. يعني ايه؟ يعني منحنى تعليمي. يبقى ما يبتدي بقى من الصفر ويطلع بقى ياخد له بتاع 6 شهور حاجه كده. ولو كان بقى يعني فعلا جايب واحد بقى عايز فعلا يخدم النادي ومش جاي بس يقبض، هياخد له 2 3 4. حاجه تانية، عايز بقى النادي ينفع يا كابتن خطيب، بطل تسمع للناس الايه الثقه اللي انت حاططهم فيهم. اخلص من لو الجدع اللي انت جايبه ده مصدر ثقه وعنده القدره انه يتحمل وعنده القدره انه يشتغل وعنده الكفاءه، خليه. انما انت جايب واحد لا يفقه، ما يعرفش الالف من كوز الذره في الاداره الرياضيه، وبتسمع له كمان. خلي بالك، شوف نتيجه كل واحد انت سمعت له. سيد حفيظ خرج، النادي هبط. محمد شوقي خرج، النادي وقع. هيثم عرابي خرج، برضه النادي وقع. كل الحاجات دي يعني كل واحده فيهم طوبه بتتشال وبتهز الجدار. ما انت شوف نتائج النصايح دي ايه، او الوشايه دي ايه. ما تبصش بس على الوشايه، شوف هي عملت في النادي ايه، وبطل تسمع للناس دي واخلص منهم. صحابك بره النادي، انت حر فيهم، انما النادي الاهلي
ما هوش لا عزبتك ولا عزبة أي حد تاني. النادي الأهلي ده ملك جماهيره. مش هيحصل حاجة من دي، مش هيحصل حاجة من دي لما تحصل مصيبة سودة، لما يبقى النادي الأهلي بيصارع للهروب من الهبوط. الناس كلها هتصحى بقى. خلي بالك انت في المركز ال15 يا افندي. هتصحوا امتى؟ هتصحوا امتى؟ لجنة كرة ايه دي اللي كل واحد فيهم فوق ال70 بيفكروا بتفكير عفى عليه الزمن. محمد يوسف كان مأجل، هو اللي مأجل انه يجيب مدرب اجنبي. وانت مالك؟ هو ده قرارك؟ ده قرارك؟ مدير رياضي، مدير رياضي ايه ونيلة ايه؟ امبارح بعد اللي حصل امبارح ده 2 لازم يتشالوا مرة واحدة، إن ما كانوش 3. محمد يوسف لازم يتشال، عماد النحاس لازم يتشال، الجهاز الطبي كله لازم يتغير. اللي حصل مع زيزو اشتكى، وبعدين قال البيه الدكتور جاب الله اللي جابوه طلعوه من كان دكتور الناشئين، جابوه وطلعوه بصورة مؤقتة. ودلوقتي الصورة المؤقتة دي بقى معانا قد ايه دلوقتي؟ بقى له قد ايه؟ سنين. هي دي الصورة المؤقتة او الحالة المؤقتة. بيسترخص. انت بتسترخص يا كابتن خطيب. ما عندكش طبيب تغذية، ما عندكش معد نفسي، ما عندكش جهاز طبي. وانا قلت قبل كده احنا النادي الاهلي يستحق جهاز طبي عالمي، سواء بقى مصري او مش مصري. انت فاكر ان الحاجات دي حاجات كده ايه يعني سد خانة؟ ليه؟ لانك بتفكر بعقلية القرن الماضي. ما هو انت نفسك يا كابتن خطيب ما خدتش اي دروس في الاداره الرياضيه، ما فيش. انت خدتها كده زي ما يكون ايه يعني، كنت صبي وبقيت معلم، شربتها كده، شربت الصنعه. ما ينفعش. انا بقول لك اهو، لازم تعد كادر ياخد مكانك. ما تقوليش خالد مرتجي ما اعتقدش انه ينفع. انا بقول الكلام ده اهو دلوقتي اهو، وبحذر، لان انا شايف الكلام على الحيط مكتوب. اللي بيحصل في النادي الاهلي ده هراء. زي ما قلت امبارح، زيزو اشتكى فراح لجاب الله في التسخين، قال له لا انا كويس، انا عايز العب. هو ده قرار؟ القرار ده يبقى قرار اللاعب ولا قرارك انت ولا قرار النحاس؟ فالنحاس راح قال له انت عايز تلعب؟ قال له انا عايز العب. هو في لاعب مش عايز يلعب؟ ما بقاش قرار اللاعب. تقوم تطلع انت بقى يا نحاس يعني تفضح الواد. ما انت مش عايز تتخلى، انت مش عايز انت تتحمل مسؤوليه ان الاصابه بتاعت الواد ده. فكل واحد ايه زي ما بيقولوا passing the buck، يعني ايه ياخد الحاجه من هنا ويبصيها للتاني. فطبعا ايه
الرصاصه اتضربت، انت رحت موطي، رحت مباصيها لجاب الله، راح موطي، جت في الواد. وده عيب، عيب قوي. حتى كمان انت مش عايز تتحمل نتيجة قرارك الخطأ. طب وإمام اللي كان بقاله دلوقتي يومين عمال بيشتكي من بطنه، وبيشتكي من انه عنده مشاكل في بطنه، وعنده غثيان، والواد عايز يرجع، تقوم تنزله يلعب عشان خلاص ما عندكش حلول. واقف على الخط، وشايف ضربة جزاء للنادي الأهلي مشابهة لضربة الجزاء اللي كانت علينا، ما اتكلمتش، أنا بتكلم النحاس. شايف أشرف بن شرقي بيتعرقل جوه منطقة الجزاء قدام الحكم وما بتتكلمش، اللعيبة نفسها ما بتتكلمش. أنا قلت قبل كده، أنت لما يحصل لك حاجة داخل منطقة الجزاء وما تتكلمش، أنت بتقول الحكم بطريقة غير مباشرة لا ده ما فيش حاجة، مش فاول. ما تروحش تتكلم ليه؟ زي ما حصل مع الكارت الأحمر بتاع الشناوي، ما روحش تتكلم ليه؟ تعالى يا عم شوف البتاعة دي حصلت ايه، تعالى يا عم شوف ان اتضربت ازاي. لعيبه الزمالك بيتلفوا حوالين الحكم، ما بيسيبوهوش يتنفس لغايه لما يعمل لهم اللي هم عاوزينه. انتوا فين؟ انتوا فين؟ معلش برضو سامحوني، مع كابتن وليد صلاح الدين قاعد زي الكرسي اللي هو قاعد عليه، ما اتكلمش خالص. اللعيبه مسالمه تماما، يعني مستسلمه. ما تعملوا له ضجه، اعملوا له شغلانه، اعملوا له هيصه عشان يبص في الحاجه. ابدا مفيش. الحكم القذر ادى كارت احمر، واللعبه باينه على فكره. وعلى فكره لعبه قبل ما انسى، كل الالعاب اللي هي البنالتيات دي اللي فيها لغط، المخرج عادها مليون مره. وبنالتيات فديانج اول زي ما يكون واحد ضربه بعصايه الغباء. هي دي عادته ولا هيشتريها؟ دي اخر، يعني يكون هو اخر لاعب يروح مديلك كوره مصيبه زي ما عملها، زي ما قلت لكم قبل كده مع هاني قدام ريال مدريد. كوره قصيره اتقطعت. واحد امبارح بيقول لي، واحد كان بيقول لي هو الشناوي طالع بره كده ليه؟ الشناوي طالع بره كده ليه؟ انت عارف لو الشناوي ما كانش طالع بره كان الواد سبق المدافع، لان مدافعيننا احنا يعني بطاء جدا. الشناوي طلع عمل الصح وما لمسش الواد ابدا. ما هو انت ادى الشناوي كارت احمر، وبعدين راح طبعا لما اتعملت هيصه، يا بهايم يا اللي ما بتفهموش حاجه، انا بتكلم على لعيبه الاهلي. شوف لما عملت هيصه عمل ايه. فراح مديله ايه؟ راح مغيرها الكارت اصفر. طب بتديله كارت اصفر ليه؟ قال لك عشان هو طب ما لو تديله كارت اصفر يبقى تطرده بقى، لان هو اعاقه. ما هو يعني هو والمهاجم بس. ما هو يا اما ما تديلوش حاجه خالص، يا اما تطرده، انما كارت اصفر دي ما تنفعش. الناس اللي قاعده على الخط قاعده نايمه. وفي حاجه ما حدش قالها امبارح خالص ولا النهارده ولا حد جاب سيرتها خالص. انت تفتكر ان اللي عمله الخطيب ده قبل الماتش بيومين
مش هيفقد الناس كلها توازنهم النفسي والعقلي. توقيت منيل ب60,000 نيلة يا كابتن خطيب. أنا عارف أنت خايف على نفسك وقلت يا روح ما بعدك روح، بس ما ينفعش، ما ينفعش يا جدع، ما ينفعش. أنت ما أعدتش الناس عشان في حد يمسك بعديك، وحتى في وجودك فالناس تاهت. ما ينفعش، ما ينفعش يا كابتن. وانت عايز اللعيبة تنزل ودماغها في الماتش ده، بخلاف طبعا ان هم طبعا السوشيال ميديا خلاص كلت دماغهم. طب انت عايز السوشيال ميديا ليه؟ اللي بيبقى عايز سوشيال ميديا ده بيبقى عايز فلوس، يعني عايز متابعة بقى، وعايز مش عارف ايه، وعايز مع كل المتابعة ليه والمشاهدات ليه؟ عشان الفلوس. انت محتاج فلوس؟ انت بتاخد ملايين، الله يخرب بيتك منك له. انت محتاج فلوس؟ متابعات ايه ومشاهدات ايه يا جربوع يا جربان منك له. انت لاعب كرة قدم محترف. يعني ايه؟ يعني لا ليك في البدل، ولا ليك في الموضة، ولا ليك في الشعور، ولا ليك في اي حاجة خالص. هي صحتك ونومك واكلك وتمرينك ومحافظة على جسمك ولعب الكورة بس. هو ده شغلك اللي بتاخد عليه فلوس. الفلوس عمتكم عن شغلكم الحقيقي. كل واحد بياخد نصيبه منك له. والعبرة مش بكتر الفلوس، العبرة بالبركة في الفلوس. ولما كنت تشوف الناس الفقراء اللي عندنا في مصر دولت، ربنا مبارك لهم، لأن ده بركة. يعني ايه بركة؟ انت مش فاهم يعني ايه بركة، انت بس كل ما بتقولها وخلاص. البركة دي يعني لما بتنزل من السماء، يعني يبقى الأمر يؤدي أكتر مما يأتي أو يؤتى منه في طبيعة الحال. يبقى عندك مثلا 1000 جنيه وربنا يديك فيهم البركة، تحس ان هم 10,000 جنيه. واحد تاني عنده مليون وعنده مصايب، صحته ومصايبه. وشوف بقى اللي بيحصل في كل الإصابات اللي بتحصل دي، لأن ما عندكش أساسا برضه مدرب أحمال. وبرضه خلي بالك، وأنا هجيب لكم الحكاية دي وجبتها قبل كده بس ما كنتش عايز أقولها. في حاجات كتير قوي بتأثر على الإصابات: النوم، الأكل، الصفاء الذهني، الصفاء النفسي بيأثر. كل ده جسمك، كل جسمك ده مش حاجة منفصلة. كل جهاز بيأدي واجبه في مجموعة من الأجهزة التانية. فكل جهاز بيأثر على. لو كنت مش نايم كويس خلاص كل سنة طيب. لو انت بتسهر كل سنة طيب. ليه؟ لأن في غدة يا بني آدم منك له. ما فيش حد بيعلم العالم دي حاجة. في غدة، الغدة دي بتشتغل من بعد العشاء لغاية الفجر بس، وبعدين بتقف. سبحان الله، بتشتغل بعد العشاء لغاية الفجر. ايه مهمتها دي؟ انها ترجع لك، تصلح لك جسمك وتحافظ على شبابك. يبقى ما تعجزش بسرعة. الغدة دي بتشتغل بعد العشاء لغاية الفجر. سبحانك يا رب. بعد العشاء ننام، نقوم الفجر نصلي. والغدة دي بتشتغل في الوقت ده بس. حد قال لكم كده؟ لا. ليه؟ ما عندكش أخصائي تغذية، وما عندكش مدرب أحمال عدل، وما عندكش مدرب، وما عندكش حد. كل حاجة في إيدك. ما ينفعش. أنا كلمت كتير، ولو صبت نفسي هفضل أتكلم أتكلم وأتكلم وأتكلم. مش عايز أزهق حضراتكم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا رب، يا رب اعدل الميلة يا رب والنبي، اديهم الحكمة علشان يبتدوا يفكروا في صالح النادي الأهلي. يا كابتن خطيب، عايز تبعد، ما ينفعش تبعد بالطريقة دي. ولجنة الحكماء واللجنة اللجنة بتاعت الكورة دي ولجنة التخطيط، لازم كل ده يتغير. لجنة الحكماء خلاص خليهم زي ما هم، ما اقدرش تعمل لهم حاجة، بس لجنة التخطيط دي ما تنفعش يبقى فيها ناس antiquated، يعني ناس ايه، خردة عفى عليها الزمن يا راجل. لازم تجيب شباب متعلم ودارس. لجنة التخطيط دي المفروض يبقى فيها واحد وكيل لاعبين. برضو قبل ما انسى، يعني رجع هيثم عرابي. ماله هيثم عرابي؟ عمل لك ايه؟ ولاد بيحلف وبيقول والله ما حصل حاجه. تاني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله